معانا النهارده حالتين ضربة جزاء، وأول حالة وهي طاهر برأسية في إيد اللاعب، هتجيبها من كذا زاوية. احنا معانا الزاوية، أنا معايا الزاوية دي دلوقتي باينة أوي إن هي في إيديه. لو مش في إيديه هتبقى فين؟ هتبقى في باطه يعني، ولا هتبقى تحت باطه، ولا هتبقى في ظهره، ولا بالظبط فين؟ ما تقوليش في بطنه، لأن أولا أول ما خبطت في إيديه طبت في الأرض نزلت لتحت. طب دي ايه بقى؟ المفروض لو خبطت في بطنه مثلا هترد الناحية التانية، لا هي خبطت في بطنه وطبت لتحت. فدي اول حاجة، ولينا ضربة جزاء صحيح. انا بقول لك ايه، وعلى ضمانتي دي ضربة جزاء للنادي الاهلي. اول لقطة. تاني لقطة بقى بعد ما اشرف بن شرقي نزل، اللاعب لو انتوا ملاحظين كده، اللاعب اشرف بن شرقي جاي بيشوط بوش رجله، تروح خابطه في ايد لاعب سان داونز. هتقولي لا مش خابطه، ده ما جاتش. لو ركزت عليها وكملت اللقطه، لو انا كان معايا اللقطه كامله كنت هوريها لك. لو كملت اللقطه هتلاقي ان خبطت وطبت في الارض بسبب ايديه، فراحت طبه في الارض. اما لو كانت شاطه وخبطت في بطنه كان هترد برضو الناحيه التانية. فيبقى كده هما دول اللقطتين، وكده يبقى النادي الاهلي ليه ضربتين جزاء. وبس كده، سلام.